عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى فيديو جديد وروتين كده ان شاء الله يعجبكم وتخلصوا بقى كل اللي وراكم كده، عشان خاطر يعني عايزين ايه نظبط كده ضرفة البقوليات دي ونخليها زي الفل. تمام. بس قبل ما ابدا الفيديو اسمي الله واصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. من اكتر الظرف اللي بتبقى متبهدله عندنا اللي هو ضرفة الخزين بتاعه البقوليات. عايزه اقولك بتبقى مبهدله جدا، فانت كل شهر عشان خاطر تبقى نظيفه وزي الفل ومترتبه، كل شهر تجيبي الرز والمكرونه والشعريه والحاجات يعني اللي لازم منه اللي هي البقوليات، وتظبطيها تديها كده غسله محترمه، وتروقي عليها بقى تلميع من بره ومن جوه، وتحطي بقى الحاجه على نظافه. يلا بقى هتشوفي ان شاء الله معايا فيديو حلو جدا وهتقومي تنفذيه عندك باذن الله. بس حطي لي كده لايكات كتيره للفيديو وكومنت كده قمر. ولو انت بقى جديدة اهلا وسهلا بيكي، طبعا لو انت من اخواتي واصحابي اللي دايما منوريني بتعليقاتهم الحلوة، تسلم ايديكوا يا رب وعينيكوا. بس كده هبدأ بقى ان انا لمع وهغسل بقى كمان كل حاجة بقى عندي بقى. طبعا عايزة اقولك يعني من اكتر حاجة يعني بتتبهدل عندنا الظرف دي. مش هقولك بقى الضرفة بتاعت الفيديو اللي فات، انا الفيديو اللي فات عملت يا بنات اللي هو بتاع الطباق والمعالق والكوبايات، خليت الكوبايات زي الفل. ازاي يا بيرو؟ عملتهم بشوية كرور وصابون سائل، وخليت الكوبايات كده من بالليل للصبح وبقوا زي الفل. طبعا لو ما عندكيش وقت خليهم بس 3 ساعات 4 ساعات كده لحد ما تفطري، لحد ما تودي الواد المدرسة الحضانة، فيعني سيبيهم كده هيلمعوا. كمان هتشوفي معايا شوية الرغاوي اللي انا بعملها العسل دي من الصابون اللي بجد بجيبه وبعمله كده في البيت، يعني جميل جدا. هتشوفي بقى الماركة اللي انا جايباها كمان هتصمميه عندك لو انت بقى عندك بيتباع كده في المحلات اللي هي الادوات التنظيف. تمام. بس كده عايزه اقولك من الصابون الحلو قوي. يعني انا جبت قبل كده اللي هو اللون الاصفر بالليمون الاصفر يعني جميل جدا، وجبت بالليمون الاخضر تحفه. هنا كمان بصوا بحب ارش جلانس قوي، بيدي لمعه للالمونتال زي الفل. لو انت بقى الضرفه بتاعت الالمونتال بتاعتك بهتانه بقى ومطبعه والكلام ده كله بالايد، لا حاولي ان انت تلمعيها بقى بالجلانس، تفرق جدا جدا معاكي. بصوا انتوا شايفين معايا الضرفه اللي هي التانية اللي هناك دي يا بنات؟ بصوا متبقعه ازاي؟ لا انت رش عليها هتخليها بصي تلمع كده. بس انا كده كمان هرص خلاص، خليتها تنشف وتاخد شويه طراوه كده. لازم تاخد تهويه، يعني اللي هي الضرفه اللي بتغسليها تخليها تتهوى شويه كده. عايزه اقولك كمان فكره للحاجات عشان ما تسوس المكرونه والشعريه والدقيق. انا شفت عطار دخلت عنده لقيته فاتح العلب. انت بقى افتحي الضرفه بتاعت البقوليات دي، افتحيها تهوي شويه عشان ما تسوس الحاجه بتاعتك، تفضل زي ما هي بالشهر زي ما هي. تمام. انا حتى سالته قلت له انت ليه فاتح تاخد هوا يعني والكلام ده كله، قلت له ليه فاتح الحاجه كده؟ قال لي عشان ما تسوس، يعني عشان خاطر ان هي ما تسوس بقى. يلا بقى نخش على الصابون القمر. بجد لو انت ما كملتيش الفيديو يبقى انت كده بصي فايتك كتير. هتشوفي شويه رغاوي كده وهعمل الصابون هيبقى زي العسل. بصوا هو اسمه دولين، اسمه دولين. تمام. بصوا هو عامل زي الجل كده، والتاني بيبقى عامل زي البودر، لون بقى برتقاني او اصفر حاجه زي كده، مش عارفه. انا لما حطيته كان اصفر. اول لما سبته شويه يتخمر كده وخليته من بالليل للصبح في المطبخ كده في نفس الجردل، في نفس الحاجه اللي بتعملي فيها تسيبيها من بالليل للصبح بيتقل اكتر. جميل قوي. تاخدي منه برضو وتغسلي، يعني انت ما عندكيش صابون لا خدي منه كوبايه كده واغسلي بقى المواعين اللي عندك. انا برضو هغسل بيه شويه المواعين، وكمان لسه هغسل كمان استنوا معايا لاخر الفيديو هغسل شويه بقى العلب. يلا هديكي بقى كده حماس ونشاط وطاقه. بصوا بتقلبوا الجل مع البودر كويس، وبعد كده بتحطي كام رتل بقى؟ 6. تمام. في ناس بتحبه تقيل فحطي 5، فانا هحط بصراحة 6. جميل جدا.
انا عندي سعودي يقول لي ليه التعب ده وليه البهدله دي يا بيرو، يعني انتي ما تجيبي جاهز وخلاص. قلت له لا، انا بحب اعمل حاجه بايدي، بحب كده الحاجات اللي هي فيها يعني تركايه. هتقولوا لي هتتعبي نفسك؟ لا، حاجه بسيطه جدا، هحط ده على ده وهقلب كويس واحط الميه. جميل بقى. على فكره بيوفر كمان، انا جايباه ب25. انت لما بتجيبي بقى مثلا، قولي دلوقتي الصابون بقى ب10، هتجيبي كده كيسين. مفيش كيس ب5 على فكرة، يبقى كده كيسين بس. لا على فكرة انا كده وفرت للشهر كله، اللهم بارك. فلو انا كده خلصت الصابون. المرحلة دي بقى بسيبه شوية لحد ما يتخمر كده مع بعض، وبعد كده آه هشتغل فيه بقى. تمام. فايه هسيبه شوية وبعد كده ارجع لكم تاني بقى نكمل بقى باقي روتين القمر. بس بعد كده بقى ايه هعبيه هنا، بس انا قلت لا هخليه يتخمر شوية اكتر وبعد كده يتقل. طبعا التسرع بتاعي بقى ان انا هملى كده هوت في العبوه بتاعه الصابون اللي بغسل بيها على طول المواعين يا بنات. فعايزه اقولك ان خفيف بقى الصابون هنا، كان خفيف بس فيه رغوه، او هتشوفيها دلوقتي جباره عسل. بص دلوقتي خفيف، تاني يوم ان شاء الله هوريكي يتقل ازاي. قلت بقى يلا اغسل بيهم بقى واشوف بقى ايه الريحه بقى والرغاوي. جميل. بصوا طبعا الاسبونشه كانت ناشفه خالص ما فيهاش اي حاجه، بخليها تتهوى كده على الشباك. بتاعه الرخامه زي ما عودتكم، بتاعه الرخامه ما بخليهاش للمواعين، لا بتاعه الرخامه والحيطه بخليها حاجه تانية، مخصصه حاجه للحيطه والرخامه والرخامات يعني والبوتاجاز، وواحده تانية للمواعين وكده، والحوض برضو اللي هي بتاعه الرخامات والحيطه. اما المواعين مخصصه لها بصراحه، مخصصه كده للمواعين يعني واحده كده ايه لوحدها. اللهم بارك. بحب ان انا ما شاء الله ان انا انظم كده، وحاولي تنظمي كده زيي. يعني بصي تحسبا كده من التلوث والحاجات اللي احنا بنشوفها كده، ربنا يعافينا يا رب ويعفي عنا. اللي هو بقى ان انتي بتخلي ليه فيها نظافة كمان، نظافة وغير كده يعني بعيدا عن التلوث. ان انتي بتحطي كده، بتخلي ليفة مخصصة للحوض وللرخامة وللحيطة والليفة التانية تخليها للمواعين والكوبايات والحاجات دي كلها. بصوا بقى انا كده خلصت، هبدأ بقى ان انا اشطف واخلص نفسي من الحاجات دي. بجد اصعب مرحلة عندي يا بنات ان انا بخليه ينشف، يعني بستنى بقى لحد ما ينشف خالص والميه تروح منه. لازم ان انت تحطي المنظمات دي تغسليها وتخليها تنشف، تحطيها كده في حته كده تهويه تخليها تنشف، ما يبقاش فيها نقطه ميه. فانا بعمل بقى الكلام ده كله اول الشهر. لو جبت نشا بقى جديد، جبت رز، جبت دقيق، يبقى الحاجه عندي نظيفه وعبي على طول. انتظروا ان شاء الله فيديو حلو جدا هيعجبكم المشتريات باذن الله. هعمل بقى ايه يعني فيديو ان انا اوريكم المشتريات كده واعرضها عليكم وبالاسعار بقى، وتشوفوا بقى الحلاوه والشياكه والجمال. ويا رب يرزق كل واحد كده نفسه يجدد كده في مطبخه او في بيته. نفسي كمان ان شاء الله اجدد في الريسبشن، فادعولي بقى. بصوا كمان الكوبايات دي هغسلها، هتشوفوا بقى الرغاوي كمان في الكوبايات بقى وشويه الصواني جميله. بس فهعمل بقى الفيديو ده ان شاء الله يا بنات، وكمان هركب معاكم بقى التجديدات بقى، حاجات بقى حلوه بقى ان شاء الله تعجبكم. بس لازم تكتبوا لي بقى رايكم في الكومنتات عشان خاطر بقى ايه، قولوا لي بقى المشتريات اللي انا اشتريتها حلوه مناسبه كده للمطبخ بتاعي ولا ايه. تمام. يا رب ان شاء الله تعجبكم كده وتحبوا كده المشتريات، وتشوفوا بقى لو انتوا عاوزين حاجه ناقصكم حاجه تحطوا حاجه في دماغكم كده. يعني حاولوا ان انتوا كده ايه ما تخلوش الحاجه كده اللي نفسكوا فيها يعني ما تجيبوهاش، لا حاولوا ان انتوا تجددوا كده وتحوشوا كده على قد ما تقدروا كده، وتجيبوا بقى الحاجات اللي نفسكوا فيها. يعني كل ما بتجيبي حاجه جديده في المطبخ بتحسي ان انتي لا مطبخك كده انتي مرتاحه فيه وعايزه تطبخي فيه وتعملي فيه حاجات كده احلى احلى واحلى. يعني والله انا بحب قوي التجديدات عشان بحس ان مطبخي كده دايما نظيف، اللهم بارك. حتى بتاع ماما لما باجي هنا هوت برضو يا بنات في بيت ماما، بحس ان انا عايزه اجدد لها كده، افضل اقول لها بصي حوشي معايا اديني كده اي حاجه او اي مبلغ كده عشان خاطر يعني اجيب لك شويه مجات، اجيب لك مثلا ستاند، اجيب لك
بتاعه الزيت والخل، مطبقيه جديده، اي حاجه بتاعه التوابل. فعايزه اقول لكم حتى عند والدتي بحب ان انا اجدد. فقولوا لي رايكم ان شاء الله، وباذن الله الحاجه تعجبكم. بس انا كده كده الحمد لله كان شويه معين بساط خلصتهم، وكمان خلصت كمان اللي هو المنظمات بتاعه البقوليات يا بنات، خلصتها وغسلتها كويس، وكمان هغسل الرخامه، اروق بقى على الدنيا كده. وطبعا ما فطرتش كل ده، كنت طبعا صاحيه شاربه الكوبايه شاي بلبن، وكنت مروقه على نفسي. بس كده فكان ما فطرتش يا بنات. عايزه اقول لكم فطار بقى، يعني عايزه اقول لك نزلت جبت شويه فاكهه، وجبت كمان ليا فطيره كده، وهتشوف بقى انا جبت ايه. حاجه كده يعني بتاعت ايام زمان كده، بترجعك كده الايام، بصي الذكريات بقى وكده. هتشوفي معايا، استني كده لاخر الفيديو وحطي لي لايك ما تنسيش، تقديرا منك كده ان انت تحطي لي لايك، عشان خاطر بقى ان شاء الله انزل كل جديد كده. بس كده، رجع بقى المجات العسل، وارجع الفازة الورد اللي بتديني كده طاقة كده. بس هغسل كمان الحوض. بس بس هغسل كمان الحوض. بصوا الصابون يا بنات خفيف، طبعا لازم لما تعمليه لازم تخليه يتقل شويه. بس كده يا بنات، غسلت كده الحوض بقى كويس بالليفه اللي هي بتاعه الحوض والرخامه. بعد كده هشطف بقى. وعايزه اقول لك كمان ان الاكله اللي هاكلها بتاعه الفطار دي، انا حاسه ان انا يعني كافئت نفسي بحاجه انا يعني حباها من زمان قوي، رجعت لي ذكريات كمان الطفوله كده، رجعت لي ايام الثانوي بقى وايام الجميله كده. بصوا يعني قولوا لي بقى لو انتوا كده زيي بتاكلوا بقى الاكله دي، كنتوا زمان يعني مع اصحابكم وكده يعني. طبعا بقى هنا بنشف بقى كمان الحوض، واخليه زي الفل كده. طبعا انا مش دايما بنشف الحوض، انا مش متعوده يا بنات ان انا انضف يعني انشفه. انا متعوده طبعا اغسله على طول، ما شاء الله ايدي فيه على طول يعني. بس مش متعوده ان انا انشف الحوض كده، اخليه كده ايه زي الفل. ليه بقى؟ عشان خاطر انا التنشيف على طول بغسل، والمواعين بتبقى عندي في الحوض وكده، فاهميني؟ بس بصراحة قلت لا انشفه كده، عشان خاطر بقى ايه اوريكم بقى ايه الخطوة الاخيرة، وشوفوا لي بقى الجمال والحلاوة كده. خلصت كده ورتبت، اللهم بارك. هنا بقى نسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا يعني المجهود. يعني الناس او الستات اللي زيي بيحبوا قوي اللحظة دي. بصوا لحظة اللي انا بقى ايه بخلي المطبخ زي الفل. هنا بقى كمان نزلت رحت جبت فاكهة، جبت تين وجبت عنب. وادي بقى الاكله الجميله اللي بتاعت زمان، ذكريات الحلوه اللي بقى كنا بنبرم كده الفطيره بالجبنه بقى. وقولوا لي بقى افتكرتوا الذكريات زي ولا ايه؟ عارفين بقى لما ترجعوا كده ذكريات زمان، ذكريات بقى المدرسه كده، والجبنه المثلثات بقى والفطيره وشويه الشيبسي، يا سلام. بجد بقى قلت اشتريت شويه مشتريات، جبت عنب، جبت تين كمان، قلت ناكل بقى ايه الذكريات الحلوه دي. طبعا حطي معاها بقى ايه قطع خيار، قطع طماطم، كنا بناكلها في المدرسه بقى. لو انتوا بقى كنتوا بتاكلوها كده برضو قولولي. بصوا دي حاجه اضافيه من عندي انا، شرايح بنجر عشان خاطر بقى ايه. بصوا يعني مم. بيبقى مسكر ما شاء الله، اللهم بارك يا بنات. في ناس بتحس ان هو طعمه زي التراب، بس انا اللهم بارك بحبه. تمام. هلف بقى السندوتش، هو احلى سندوتش. تعالوا اتفضلوا معايا. وهنا بقى قلت اوريكم الشكل النهائي كده بعد ما خلصت كده ضرفة البقوليات ورتبتها. طبعا خليت الحاجات تنشف وما يبقاش فيها نقطة مية زي ما قلت لكم، عشان خاطر عندي الشعرية، الرز، الكلام ده كله عامة البقوليات كلها ما تحصلهاش ايه يعني رطوبة، والكلام ده لازم ما تخليش اي نقطة مية في المنظمات. تمام. هنا كمان همسح هلمع بقى اي حاجة، هلمعها بقى معايا، عشان خاطر كنت غاسلة قبل الفيديو دوت تتفرجي عليه. كنت غاسلة بقى كل الحاجات اللي هي في المطبخ، اللي هي الفوط،
الكسترات، اي حاجة في المطبخ بقوم ايه كده بقى هفرش بقى ايه. هو دوت يا بنات، اصلا الفوطة دي كانت عندي، كنت بنشف فيها بقى المواعين، بس بصراحة خليتها بقى الايه للتربو هنا عندي، احط فيها فوقيها الكاتل بقى والكلام ده كله. طبعا عشان كنت لسه ما جبتش مطبقية، كنت جايبة بس فوطة اللي هي بتشرب المية، بس بصراحة دي كانت يعني زي الفوطة. يعني في دلوقتي حاجات طالعة تحطي عليها المواعين وتشرب المية، يعني بصي اكنك يعني مش مبلولة، بتشرب المية خالص. اما دي بقى فوطة عادية هم عاملينها لتنشيفة المواعين بس. فانا خليتها بقى ايه كمنظر كده، عشان فيها بقى ايه شوكة وسكينة والكلام دوت واطباق، فخليتها ايه طبعا برضو ما طلعتهاش من المطبخ، خليتها لحاجة تانية. بس هنا كمان هلمع الظرف بقى اللي هي الجنب اللي ما لمعتهوش بس اهو. قولولي بقى انتوا كمان بترتبوا ضرفة البقوليات كل شهر ولا لما بتلاقوها متبهدلة؟ ما تنسوش بقى تردوا عليا في الكومنتات وتحطوا لي لايكات كتير، قمر كده زيكم. بس هنا لقيت بصوا البقعة تقيلة، فحاولت ان انا ابخ بقى بالمية والرغاوي والصابون. بس كده خلصت الحمد لله. دايما نقول واحنا بننظف اللهم دم علينا نعمة واحفظها من الزوال، صحتنا يا رب. وبكده اكون خلصت الفيديو معاكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة، باي.